هذا المدمن ما يتأثر لما تقول له عن القوانين، تقول له والله فيها إعدام، فيها سجن 25 سنة، ما يهمه. تقول له مثلا عن الخسائر اللي راح يخسرها، يخسر أمه وأبوه، يخسر الوظيفة، يخسر دراسته، يخسر احترام الناس، ما يهمه. زين. ولكن لما قمنا نطق على وتر القضايا الروحانية، أنت شو تقول حق ربك يوم القيامة أو لما تموت؟ أنت عندك رسالة كإنسان، أنت مسلم، أنت عندك رسالة، انتهيت، مت، شنو سويت من الرسالة هذه؟ شو تقول حق رب العالمين يوم القيامة؟ أكو جنة أكو نار. لما قمنا نطق على الوتر هذا، قمنا نشوف تأثر كبير جدا غير تأثر قبل لما نقول له عن خوفه بأشياء أخرى. طبعا احنا لا غنى أن نقول هالأشياء كلها، ولكن شفنا أنت، لذلك قمنا نتتبع عن طريق إحصائيات علمية أن هذا الإنسان المدمن يتأثر في القضايا الروحانية سواء إسلامية أو غير إسلامية. وبالتالي قمنا نركز على الناحية الروحية، وبدأت إرهاصات نظرية، ولادة نظرية جديدة في الكويت، اللي هي النظرية اللي اكتشفتها جمعية بشائر الخير، وكان لي فضل تعالى، الفضل لله سبحانه وتعالى أنه وفقني لهذا الأمر، ما شاء الله. فبديت أبرهنك علميا وأحط النظريات العلمية أسقطها عليها إلى أن صارت رسالة. ودخلت في أحد الجامعات، وفعلا وضعت رسالة كاملة من الألف للياء، تاريخ المخدرات بالكويت وغير الكويت، الطرق اللي تعاملوا مع المخدرات بالعالم كله تاريخيا، والنظريات الموجودة لعلاج المدمنين. ثم أفردت فصل كامل لنظرية بشائر الخير، اللي هي من نظرية التحفيز الإيماني Spiritual Motivation Method، وهذه الحمد لله ترجمت إلى الإنجليزية وأصبحت في قالب علمي ممكن يطبق في أي مكان في العالم. جمعية بشائر الخير.